إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحبتي في الله، تحدثنا في السابق عن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. حديثنا النهاردة مع بعض هنتكلم فيه عن أمنا اللي يمكن كتير منا ما يعرفش حتى اسمها، واللي يعرف حتى اسمها ما يعرفش عنها حاجة للأسف الشديد. فهحاول بقدر الإمكان بقدر استطاعتي والله المستعان أن نعرف نبذة بسيطة عن أمنا اللي هنتكلم عنها النهاردة. هي من السابقات إلى الإسلام، هي صاحبة الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، هي من ارتضت رضا النبي صلى الله عليه وسلم على حظوظها من النبي، وهنعرف معنى الكلام ده إيه. هي من قالت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت امرأة أحب أن أكون في مسلخها مثل سودة بنت زمعة. أمنا اليوم أمنا سودة بنت زمعة، فمن هي؟ هي زي ما أنا قلت من السابقات إلى الإسلام. زوجها هو السكران ابن عمرو أخو الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو، كانوا من السابقين في الإسلام. أسلم السكران ابن عمرو وأسلمت معه زوجته وابنة عمه في نفس الوقت، وهي السيدة سودة بنت زمعة. آسوا كما آسى المسلمون في ذلك الوقت من إيذاء قريش ومن تعذيب قريش للمسلمين الأوائل، وخرجوا مع سيدنا عثمان بن عفان والسيدة رقية بنت رسول الله في الهجرة الأولى إلى الحبشة، ولكنهم لم يستمروا طويلا في الحبشة، بالرغم من أنهم كانوا عايشين هناك في راحة ويعتبر في نعيم عن اللي كانوا شايفينه في قريش، ولكنهم عادوا إلى مكة. ليه؟ لأنهم لم يطيقوا البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان العذاب عذاب قريش وتعذيبهم ليهم وهما في جوار رسول الله أحب إليهم من الراحة وهم بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيفكرني بموقف صحابي من الأنصار رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما ووجهه فيه اصفرار كأنه مريض، فقال له الرحمة المهداة: ما بك؟ مالك؟ في إيه؟ فقال له الصحابي الأنصاري: يا رسول الله، إذا دخلنا الجنة فمكانتك في الفردوس الأعلى مع النبيين، ونحن هنا في الدنيا نراك ونستمتع بالقعدة معاك ونشوفك، إنما في الجنة تبقى في مكان عالي، هنجيبك مش هنعرف نتحصل عليك ولا نشوفك في الجنة. لذلك نزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده يا جماعة يدل على مدى حب صحابة رسول الله للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمثلة من دي كتير وإن شاء الله هنتعرض لبعض منها. حصلت حاجة مع السيدة سودة بنت زمعة وهي في الحبشة، رأت رؤيا، رأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وطأ عنقها، فاستيقظت وحكت، صحيت من النوم حكت لجوزها اللي هو السكران بن عمرو، الكلام ده هما في الحبشة. قالت له: لقد رأيت رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وطأ عنقي. تفتكر إيه تأويل الرؤيا دي؟ فكر شوية السكران بن عمرو زوجها وقال لها: يا سودة، إن صدقت رؤياك فسوف أموت ويتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التفسير كان صدمة بالنسبة لها، الرسول يتزوجني أنا؟ ده أنا في الحبشة ومع زوجي، طب إزاي؟ ده الرسول متزوج من خير نساء قريش،
من السيدة خديجة، يعني حبيبته وأم أولاده وأم بناته، إزاي استنكرت الفكرة وما سادتهاش ولم تلقي لها بالا. عادوا إلى مكة وزاد إيذاء قريش حتى مرت السنين والأعوام، ومرض الصقران بن عمرو، فقامت على رعايته ومرضته واعتنت به وقضت لها حاجته على أكمل وجه. وفي يوم من الأيام قالت له مرة أخرى، بعد فترة بقى من الرؤيا الأولى، رجعوا بقى لمكة وعاشوا مفيش مشاكل، فرأت رؤية أخرى، رأت منام تاني، فأرادت أن تخبر به زوجها، فقالت له لقد رأيت في منامي كأن القمر انقض علي وأنا منضجعة. إيه تفسيرك لهذه الرؤيا؟ ففكر السكران وتذكر الرؤيا الأولى، ثم قال لها يا سودة ما ألبس أن أموت، يعني خلاص أنا عمري اللي هعيشه قليل، أنا على مشارف الموت، ما ألبس أن أموت وسيتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام اللي قاله لها في الرؤيا الأولانية بيقولها في الثانية، فبرضه ما صدقتش. مضت بعض الأيام ومات زوجها الصقران بن عمرو، وأصبحت السيدة سودة بنت زمعة وحيدة، وذهبت للعيش في بيت أبيها اللي كان ما زال كافر على غير ملة الإسلام، وكان لها أخ برضه كان لسه كافر. في تلك الفترة، فترة موت زوجها وبقت أصبحت وحيدة، كان نفس فترة عام الحزن اللي مات فيه أبو طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وعرفنا كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم حزينا على فراقها. مضت فترة فبدأ الصحابة يفكروا، يعني عايزين بقدر الإمكان يشوفوا زوجة أخرى للرسول تؤنس وحدته وتحاول تعوضه. طبعا ما فيش حد يقدر يملى مكانة السيدة خديجة، ولكن عشان تؤنس وحدته ما يبقاش وحيد، ما يبقاش لوحده، خاصة إن أولاده صغار فعايزين اللي يرعاهم، والرسول شايل هم الدعوة. بس كان مين اللي عنده القدرة إنه يفتح الرسول؟ ما حدش كان عنده الشجاعة إنه يكلم الرسول في هذا الموضوع إلا واحدة من الصحابيات الأوائل رضي الله عنها وأرضاها، اللي هي السيدة خولة بنت حكيم، اللي هي زوجة عثمان بن مظعون. قالت للنبي يا رسول الله ألا تتزوج؟ راحت له في مرة كده قالت له يا رسول الله ألا تتزوج؟ مش هتتجوز؟ فقال لها الرسول من مين؟ قالت له إن أردت سيبا وإن أردت بكرا، يعني يا رسول الله قدامك سواء سيب يعني مطلقة أو أرملة أو بكر. فقال من البكر؟ مين البكر اللي أنت تقصديه؟ فقالت له بنت أحب الناس إليك، عائشة بنت أبي بكر. فقال له ومن السيب؟ قالت له سودة بنت زمعة، فهي من السابقات إلى الإيمان. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اذكريهما علي، يعني روح قولي لهم. ما كدبتش خبر، وذهبت السيدة خولة بنت حكيم إلى السيدة سودة بنت زمعة، وأبيها كان شيخا كبيرا، وقالت لهما ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ انتوا ايه الخير والبركة اللي هتحل عليكم دي؟ فاستغربوا القول، فبيسألوه ايه في ايه خير؟ فقالت لسودة بنت زمعة أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطبك إليه. تخيلوا انتوا الوضع بقى، ايه كم وحجم السعادة اللي ممكن تكون فيها السيدة سودة بنت زمعة لما تسمع ان الرسول باعت عشان يخطبها، وتذكرت في الحال الرؤيتين اللي شافتهم واللي زوجها فسرهم لها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هيخطبها ويتزوجها بعد أن يموت. فطبعا قالت لها هو حد يرفض؟ فوافقت على الفور، ولكن الأدب والأخلاق. فقالت لها السيدة سودة وددت ذلك، ولكن ادخلي على أبي أخبريه أولا. فدخلت السيدة خولة بنت حكيم على أبيها، وكان شيخ كبير، وكان ما زال في الجاهلية كافر لسه. فقالت له أرسلني محمد بن عبد المطلب يطلب خطبة ابنتك سودة. فرد عليها قائلا
محمد كفء كريم، ولكن ما رأي صاحبتك؟ إيه رأي سودة بنت زمعة؟ قالت هي تحب ذلك. قال فادعوها إلي، نديها لي. فلما حضرت قال لها أبوها إن محمد أرسل إليك يطلبك وهو كفء كريم، فماذا ترين؟ أنت شايفة إيه؟ موافقة ولا لأ؟ فقالت له سودة في صوت يملأه السعادة والفرح نعم أحب ذلك. فقال زمعة لخولة بنت حكيم اذهبي إلى محمد وأخبريه فليأتنا. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها وقدم لها مهرا 400 درهم، وأصبحت السيدة سودة بنت زمعة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كان أخوها كافر، كان لسه لم يؤمن، فلما جاء كان في سفر، فلما جاء وعلم من أبيه بزواج أخته من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحصو التراب على رأسه، يعني يجيب التراب ويحطه على رأسه ويقول ويدعو بالعار وأنا هعمل وهدد أبوه إزاي. ثم بعد ذلك أنعم الله عليه بالإسلام، حتى أنه كان عندما يتذكر ذلك الموقف كان يقول كم كنت سفيها عندما حزت على رأس التراب بزواج أختي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصبحت السيدة سودة بنت زمعة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقلت إلى بيت النبوة وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنذكر هنا بقى موقف لما عادت السيدة رقية وزوجها عثمان بن عفان من هجرتهم من الحبشة، ذهبت إلى بيت أبيها، فالموقف كان صعب. إخوتها طبعا البنات فاطمة وزينب وأم كلثوم بالأحضان والقبلات كانت بعيد عنهم، ورقية راجعة بعد وفاة أمها. لما هاجرت كانت أمها ما زالت تسكن دار النبوة تملأها بهجة وفرحة وبركة. عادت وأمها ميتة، وعادت وبالبيت مين؟ زوجة للنبي السيدة أو أمنا سودة بنت زمعة. فجاءت إليها السيدة سودة بخطوات متساقلة، يعني خطوات بطيئة كده، إيه هيبة الموقف. ولكن اللي خفف الوضع والموقف دون إن هما الاثنين السيدة سودة والسيدة رقية كانوا مع بعض في الحبشة، ما هو كانوا الاثنين مع بعض في الهجرة الأولانية، فبدأوا يتكلموا عن الهجرة وما حدث فيها والأيام الخوالي اللي عاشوها مع بعض وصارت هناك ألفة بين الاثنتين. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عثمان ورقية فسعد سعادة كبيرة وذهب إلى البيت والتقى بابنته الحبيبة. وهنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وسوف نكمل حديثنا إن شاء الله عن أمنا سودة بنت زمعة في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياتها في بيت النبوة وعلاقتها بالسيدة عائشة وبأبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نتعرف عن أمنا الكثير والكثير مما لا نعرف عنها، رضي الله عنها وأرضاها. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.